كيفاش اختاروا المغاربه كنياتهم؟ ايوا يا سيادنا، قبل الاستعمار المغاربه ما كانش عندهم الكنيه، كانت عندهم غير السميه وشي لقب، مثلا المهنه محمد النجار، او المنطقه محمد الفاسي، او الوالدين محمد بن عبد الله. ولكن في الخمسينات المستعمر فرض على المغاربه يختاروا كنيه. اذا كيفاش داروا لها؟ هذاك الشيء كان عشوائي على حسب المناطق، عطاوهم كنيات مختلفين والناس غير اختاروا، لان اغلبيه الناس ما عطاوش لذاك الامر اهميه. هذا اللي خلى بعض الناس يختاروا بعض الكنيات اللي مهينه. مثلا الناس اللي ما كانوش كيفهموا الامازيغيه اختاروا كنيات بحال زعطوط اللي كتعني القرد بالامازيغيه، وناس اخرين اللي ما كانوش كيفهموا العربيه اختاروا كنيات بحال العوار، بحال بونعجه، بخوشه وما شابه. هذا الشيء غيدير مشاكل لاولادهم في المدرسه من بعد. هذا علاش في السبعينات والثمانينات كانت واحد الموجه كبيره نتاع تغيير الكنيات، في حين ناس اخرين قالوا لولادهم غير صبر ماشي مشكل، حيت بعض الناس ما عارفينش باللي راه عندكم الحق تغيروا كنياتكم الا كانت كتجيب لكم الدار.